ايه اكتر حاجه حصل، اي موقف حصل لكم حلو في حياتكم؟ حياتنا كلها بقى مفيش حاجه حلوه. ايه انا زعلان. مش اي موقف؟ لا ولا اخ ولا ام ولا اب ولا اي حاجه خالص؟ ولا اي حاجه، كل حياتنا بقى. في حاجتين، ايه هم؟ اول حاجه وانا لسه بتم السنه، عيد ميلادي يعني، فاكلت سندوتش ايه وصوم طعميه وعليه فول، فجالي انيميا فول طبعا يعني. بس كفايه كذب كفايه. يعني من عندك سنه وكلت طعميه فول؟ فجالي انيميا فول وكنت بموت واتلحقت على المستشفى، وكان اول عيد ميلاد ليا، فكانت حاجه لطيفه كده، حاجه لطيفه قوي. وايه كمان؟ الموقف الثاني كنت عندي تقريبا فرنش 6 سنين مثلا محل، وبعدين كان في واحد يعني واقف وانا واقفه مستنياهم، فمره كان في دبانه عماله يعني ماشيه قدامي، فانا بعمل كده اهو كده اهو، فافتكرني بشاور له. كذبت قوي بجد يا لو، كان منظري مقرف. الاحراج ده مش هربان. طب اقول لك ايه، سر ومحدش يعرفه غيرك، تمام. عايزك تقوله لي. الاحراج ده مساء الخير، ازيك؟ اسمك ايه؟ مايا. طيب تمام، هسألك سؤال. دلوقتي مثلا لو انت قاعدة متجوزة وقاعدة في البيت ولقيتي جوزك دخل عليكي بواحدة، تعملي فيه ايه؟ نهار مش فايت، نهار مش فايت والله، ياخدها ويمشي ويسيب لي بيتي. تطلقي مش هتعملي اي حاجة؟ هنتطلق بس يسيب لي البيت. البيت اهم حاجة، بيتي. هو حقك. تمام يا قمر، شكرا. كريستين. طيب يا كريستين، دلوقتي هسألك سؤال. لو انت قاعدة في البيت ولقيتي جوزك متجوز ودخل عليكي بعروسه وقال لك هتعيش معاكي هنا، هتعملي فيه ايه؟ هو مبدئيا احنا مسيحيين فما ينفعش الموضوع ده. ثانيا مش انا اللي اتخانق، يعني مش انا اللي يخش عليا بواحده يقول لي انا متجوزه ودي حبيبتي او دي البيست فريند بتاعتي او لا، مش انا والله. انا هو هسيبه وامشي، هو خسرني في حياتي خلاص. شكرا.